بما ان الجزء الاول جاب اكتر من 85,000 مشاهده، قررت اعمل لكم فيديو تاني من افضل محاكي تشغل عليه لعبه جي تي في على الموبايل. وللعلم مش جي تي في بس اللي شغاله، ده انت هتلاقي العاب كتيره جدا هتحتار وانت بتلعبهم او انت بتلعب اي لعبه فيهم يعني. وزي ما انا قلت لكم في الجزء الاول، هو ما بيحتاجش اي حاجه من امكانيات الموبايل، هو بس محتاج نت قوي بس. المهم هتلاقي اللينك بتاع الفيديو بتاع الجزء الاول في الوصف، روح اتفرج عليه وبعد كده ارجع تاني للفيديو دوت. قبل اي حاجه اعمل لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا كلنا عارفين من الجزء الاول ان هو بيشغل جي تي اي سان اندريس ذا ترولوجي وجي تي اي فايس سيتي ذا ترولوجي وجي تي في. وحرفيا انا في الجزء الاول شرح كل حاجه، حتى في الوصف شرح النت بيتاخد قد ايه، كل دقيقه بيتاخد قد ايه، كل ساعه بياخد قد ايه كده يعني. التعليقات في منها كانت جميله جدا، والله العظيم الناس دي في قلبي وعملت لهم لايكات كلهم وكده. وفي ناس تعليقات غريبه. انت بتقول ايه؟ المهم هتلاقي رابط البرنامج تحت في الوصف. تعالى بقى اشرح لك انت هتشغله ازاي. اول ما تخش البرنامج هتختار ايه اللعبه. انا مثلا هختار اللعبه ديت، وبعد كده تدوس بلاي وهيقول لك لوج ان فيسبوك او لوج ان جوجل. تدوس على جوجل وبعد كده تختار اي اكونت فيك من عندك. هقول لك ليه دلوقتي، لان هو بيديك تشوف اعلانات مثلا ويكون 90 دقيقه ليك وقت، لان كل شويه هيقول لك زود وقت باعلانات. يعني مثلا اول حاجه 3 اعلانات، 6 اعلانات، 20 اعلان، بعدها هتدفع اشتراك شهري. وانت يا عزيزي كحيان، فانت مش هينفع تستخدم الحاجه اللي انت اصلا بتحبها في الاكونت الاساسي بتاعك، فانت بالتالي هتعمل اكونتات فيك. هسيبك تشوف الالعاب اللي في البرنامج مع شويه جيم بلاي من ذا اميزنج سبايدر مان 2، واهم حاجه تصلي على النبي، ويلا بيس. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بيس.